كل مشاهير الكرة في مصر حضروا عزاء أحمد رفعت لاعب كرة القدم الراحل، لكن الجماهير على السوشيال ميديا كانت بتبحث عن كابتن عبد الظاهر السقا ومحمد رشوان المحامي. مين أبرز المشاهير اللي حضروا العزاء واللي الجماهير على السوشيال ميديا مشغولة بكابتن عبد الظاهر السقا ومحمد رشوان المحامي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ليلة امبارح كانت واحدة من أصعب الليالي اللي مرت على جماهير كرة القدم في مصر. كل محب الرياضة بلا استثناء كانوا في حالة حزن شديدة بعد تأثرهم بعزاء الراحل كابتن أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت والمنتخب الوطني. اتعمل العزاء في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، وحضروا أغلب مشاهير الرياضة في مصر. حضر السيد الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان من أوائل الحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وحضر كمان علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، ومحمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر، وصالح جمعة لاعب فريق الكرخ العراقية، والإعلامية الرياضية أحمد شوبير وابنه مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي. ظهر كمان كابتن خالد مرتجي ومحمد الضماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومروان عطية ومحمد هاني وكريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، ورجل الأعمال الكبير أحمد أبو هشيمة اللي دايما حاضر في المناسبات اللي زي دي ما بيعديهوش واجب إطلاقا. حضر كمان كابتن أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق، أشرف نصار رئيس النادي، محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن سبورت، محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت، سيد معوض لاعب فريق الأهلي السابق، ثنائي فريق فاركو عمرو جمال ورامي صبري ومحمد صديق وإسلام شكري. طبعا العزاء كان محط أنظار الجماهير كلها تأثرا باللي حصل مع أحمد رفعت الله يرحمه. وبعد العزاء بدقايق بدأت الأنظار تتجه لمكان تاني على مواقع السوشيال ميديا وبالتحديد فيسبوك. بدأت الجماهير تسأل وتدور على اسم كابتن عبد الظاهر السقا واسم محمد رشوان محامي أحمد رفعت الله يرحمه، فيا ترى ايه الحكاية؟ الحقيقة وفقا لما ذكروا موقع اخبار اليوم فالامر له علاقة كمان بكابتن نادر شوقي وكيل اللاعب الراحل احمد رفعت. ببساطة شديدة جه اسم حد كمان في قائمة المتهمين في اللي حصل لاحمد رفعت الله يرحمه، وبدون ذكر الاسم بالضبط، بس الاثنين دول علقوا على الموضوع بشدة في تصريحات تلفزيونية، وده اللي خلى الجماهير تبحث عنهم على الفيسبوك. كابتن نادر شوقي طلع علشان ينفي اسم من الاسماء اللي تم ذكرها خلال الساعات اللي فاتت ان ليها علاقة باللي حصل لاحمد رفعت رحمة الله عليه. قال ببساطة إنه لو متأكد من الاسم ده هيقوله هو بنفسه، لكن هو مش متأكد إنه اسم من الأسماء اللي تم ذكرها على السوشيال ميديا دي ليها علاقة باللي حصل لأحمد رفعت. على كل حال سبق وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات انتهاء حياة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وهيشوفوا من السبب وراء الأزمة الأخيرة اللي حصلت معاه. في النهاية تتوقعوا إيه اللي هيحصل الفترة الجاية بخصوص واقعة أحمد رفعت؟ هل هيظهر جديد ولا كده تكون كل حاجة بانت ووضحت للجمهور؟ انتظر آرائكم في التعليقات.